مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحذر المغاربة: القادم أسوأ. ولكن قبل الخوض في هذه التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في قناة ماغوكسوس لتتوصلوا بجديدنا أولا بأول. وفي التفاصيل، حذر رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش من أزمة أكبر سيواجهها المغرب خلال الفترة القادمة بسبب الجفاف الذي يضرب البلاد للسنة الخامسة على التوالي. وقال أخنوش خلال جلسة بمجلس المستشارين إن أزمة التعليم وغيرها من المشاكل تبدو أسهل بالمقارنة مع التحدي القادم الذي يتمثل في كيفية مواجهة الجفاف. وأضاف أن التعامل مع هذا الوضع سيختلف خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى قرب كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة عن إجراءات حول كيفية تسيير المياه مستقبلا. وشدد أخنوش على أهمية ترشيد وتقليل استهلاك المياه، لا سيما وأن الوضع الحالي يؤثر على الفلاحة عبر حرمان المزارعين من المياه.